القريب أيضا. ما رأي سيادتكم في تواجد الإخوان المسلمين في جميع في جميع الأماكن والمساجد ووجودهم في الحياة السياسية، وهل تريد سعادتك دولة إسلامية أم علمانية؟ طيب قبل ما اجاوبك، الخبر اهو عاجل: نتيجة الاستفتاء 77.2% موافقة على التعديلات الدستورية. 77 دي ما يمكنش نغلط فيها نقول لا دي 76، دي اصلها 67، دول 7 و7 77. فعلينا اذن ان يعني نوظف انفسنا لكيفية ان يكون النتائج دي نعملها احسن ما يكون، نصل فيها لما نريد. هو الخبر العاجل جه مع سؤال عن تواجد الإخوان المسلمين في جميع المرافق وجميع طيب ممكن. لا ما انت شاطر جدا. حصل سينكرونايزيشن بس منه. قول تاني السؤال بقى. هو السؤال عن تواجد الإخوان المسلمين في أماكن كثيرة وانتشارهم، ويعني وإن أغلب المساجد هي منابر للإخوان المسلمين، ومدى تأثيرهم فعلا على الناخب المصري يعني بشكل ديني أو بشكل ضغط ديني. يعني اللي حصل امبارح أغلبه ما كانش سياسي، أو شكل الضغط ما كانش سياسي أو دستوري أكثر منه. أولا ما أقول لك، خليني أفكر بصوت عالي معكم بسرعة في النتائج. هل كل من قال نعم متأثر بتيار ديني معين؟ لا. إذن خفف ده في سؤالك. حاضر. شيله. يعني في أي نعم الإخوان المسلمين نادوا بنعم، ولكن ليس كل من قال نعم كان استجابة لهذا النداء. نعم. هذا أمر منطقي مش كده نعم. ولا إيه؟ نعم. ولكن تواجد الإخوان المسلمين تواجد كبير في البلد، وجودهم محسوس مشعور يعني به، وانا ضد استبعادهم. ولكن انا اتكلمت قبل كده، قلت انه فلنذهب جميعا الى صناديق الانتخاب او صناديق الاستفتاء بقوة تصويتية كبيرة في مصر. دي هي اللي تحكم، بتدي للاخوان المسلمين ما يستحقونه لانه لهم انصار معينة بتشكل كذا. لا. انما قوات الليبرالية ايضا هيكون لها، بشرط انها تتنظم. عشان كده بقول ناخد وقت عشان ننظمها، يبقى تاخد والفلول ومش الفلول وجماعه بياخدوا اللي هم عايزينه. زائد في حاجه كتيره جديده، مش جديده، حاجه تقليديه عندنا، العائلات والعشائر اللي هي بصرف النظر هو وفدي ولا وطني ولا بياخدوها. ففي نسبه معينه. نعم. في نسب معينه ثابته، وفي نسب اخرى نستطيع ان نتنافس عليها. فاللي انا بقوله انه خلونا ما نخافش، مش فزاعه. فلنصوت، نقول والله البرنامج ده انا مش موافق عليه، انا هصوت ضده، او انا موافق عليه هصوت معاه. وهنا مش المساله ليست مرتبطه لا بالجنه ولا بالنار، هي مرتبطه بالراي، انا معاك او مش معاك. تمام. لا مفر من هذا، ما يمكنش استبعاد يا اخوانا، مش ممكن، مش هيحصل. فخلونا نتعامل مع الامور بعقل وبرزانه كافيه، وعندنا من الراي العام والكتله التصويتيه الهائله اللي هي 45 هيبقوا 50 مليون على ما نوصل للاخر، هتبقى يعني مش سهل انه يحصل فيها. طب عايز اروح لسؤال الاستقطاب من جهه واحده، سؤال اجتماعي. اعتقد انه يهم شريحه كبيره جدا، وخصوصا في سن معين، الاباء اللي في سن معين والابناء اللي في سن معين، وهي مساله المخدرات. مصر صرفت، او شباب مصر صرفوا حوالي 23 مليار جنيه في سنة 2010 على المخدرات. 23 مليار جنيه. وفي 2009 كان اقل شوية، كان 18 مليار. مشكلة بالتأكيد، يعني مشكلة ملحة جدا، ومشكلة واضحة، ومشكلة ما يتهيأليش ان في أسرة حتى لو الناس ممكن تنكر يعني بتخلو من هذه المشكلة. حضرتك شايف ان ممكن مشكلة زي دي تتحل ازاي، او ايه ممكن يكون دور الدولة في حل حاجة زي كده؟ اتوقع انه سنة 2011 هتكون اقل من 2010. ليه؟ لانه مشاكل المخدرات برضو مرتبطة بالاحباط وبالغضب وباليأس. لما يكون في افاق مفتوحة والدنيا بتفتح امام الناس، لا اعتقد ان المخدرات هتكون بنفس القدرة بنفس القوة والنسبة الجامدة دي اللي كانت. انا بعتقد
نعم. اعتقد هذا، ويجب انه ده يخضع لبحث علمي، لانه انت طالما عندك هذه الحريه وعايز تترشح وعايز تنتخب وبتناقش هذا وذاك وعايز تسيب الغضب والاحباط والياس اسمه الترنيخ، احنا كنا مرنخين وده اللي بيدي اللي بيخلق الرغبه مخدرات وغير مخدرات. الحقيقه لما تبقى نشيط وبتاع حاجه ثانيه. هذا ما اعتقد. نعم. طيب قد اكون مخطئ، انما بعتقد ان ده ويجب انه يخضع لبحث علمي او لمتابعه علميه. هو في سؤال حضرتك جاوبت عليه في ضمن الرؤى اللي حضرتك طرحتها في الاول، وهو توجه حضرتك الاقتصادي، وحضرتك قلت انك تتبع نظريه الاقتصاد الحر والعداله الاجتماعيه، يعني بنتكلم على ان احنا نشجع اصحاب الصناعات الصغيره او المتوسطه، او يعني بشكل مفزلك شويه اللي هي البرجوازيه المصريه. ولكن حضرتك قول لنا النظام الضريبي اللي ممكن يكون اللي في عقل حضرتك شكله عامل ازاي، الحد الادنى او الحد الاقصى للاجور ممكن يبقى عامل ازاي، التفاوت بين الطبقات ممكن يكون عامل ازاي، يعني شكل العداله الاجتماعيه، التامينات الاجتماعيه، التامين الصحي. اولا نظام الضرائب الحالي يجب ان يراجع، تنفيذه يجب ان يراجع. نعم. انه في كلام كتير قيل عن هذه الضرائب وكيف استطاع كثير من الشركات الكبرى انها تزوغ منها. نعم. وفي عرف عدد من الاقتصاديين، وهو الان رهن للنقاش بيني وبين عدد من الادفايزرز، هل المستشارين، هل الضرائب التصاعديه هي الافضل؟ كلما تتصاعد كلما صعدت الضريبه. وكيف نتعامل مع الطبقات الاضعف بالاعفاء الكامل من الضرائب؟ فبين الاعفاء وبين الشريحه العليا والتجديد فيها، وده كان يعني حاولناها بس لسه ما نجحناش، انه مثلا اللي يبني مدرسه تخصم من ضرائب، اللي يبني مستشفى تخصم من ضرائب، وهكذا. يجب نظام الحوافز واحد، التصاعد بمعنى انه كل من دولة خدمته ومكنته من ان هو يجمع اموال اكبر ان هو يدفع فيها ضريبة اكبر، والشريحة الاضعف اللي ما اخدش من خدمات الدولة لم يستطع لاي سبب من الاسباب ان يكون ضرائبه اقل. موضوع الضرائب ده موضوع مهم للغاية. نعم. ولذلك بيأخذ وقت جيد من وقتنا في دراسته. نعم. وبنشوف يعني ايه والتأمينات الاجتماعية الافضل. التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية وغير ذلك دي كلها في الناحية الاجتماعية. نعم. والرعاية الصحية جزء اساسي وده ما يكلفش كتير. انا شخصيا لما كنت صغير وفي بلدنا كان في وحدة صحية، مستوصف، وكان كل قرى مصر اللي تحت عدد معين من النسمة يعني سكانها كان يبقى فيها مستوصف، والكفور الصغيرة 3 4 5 يبقى لها مستوصف. ثم كان دائما هناك مستشفى مركزي في عاصمة المحافظة، كان مستشفى زي القصر العيني، سواء وحش او كويس انما بنفس هذا المستوى. فاللي تقدر تاخده من القصر العيني سواء بتاخده كويس او بتاخده وحش نفس الدرجة هناك. فكان في نظام بياخد في اعتباره رعاية الناس. نعم. والسيدات اللي في الريف والى اخره. ده كان شيء ممتاز. راح فين ده كله؟ وراح ليه؟ صحيح انه لا زال كما قال لي بعض وزراء الصحه سالتهم انه لا زال هناك بعض المستوصفات، انما مش مغطيه كل البلد من اولها الى اخرها. وعندنا خريجين من اطباء كثيرين جدا بنعلمهم، قصدي نمرنهم، ندربهم، نجهزهم، ويروحوا هناك ومكاسبها كويسه جدا وبتدي شغل وبتدي طمأنه وبتخلي على الاقل الامراض بتاعت كل يوم دي بتخلص، فبتصلح الوضع وبتدي سنوات، بتعالج الاطفال فنسبه وفياتهم وهم صغيرين بتقل. الحقيقه دي حاجات بسيطه ممكن عملها. انا بستغرب الاهمال اللي ركبنا في كل شيء، حين انه مبنى صغير مستوصف فيه طبيب وممرض او طبيبه وممرضه او طبيبين او طبقا والامراض الصغيره والحقن اللي مطلوبه وكل ده ممكن عمله. ده يجب يتعمل ويجب ان يكون مجاني. هم الفلاحين ما بيقبلوش مجاني، بيدوا فراخ وبيدوا بيض وبيدوا هم بيدوا يعني ما بيبطلوش الحقيقه يعني. وكثير من مشاهير الاطباء اذا كنتوا
تسمعوا عنهم ربوا ثرواتهم في الريف. حصل ايه تاني؟ 18 مليون من 45. نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 18 مليون شخص من إجمالي 45 مليون شخص له حق الاطلاع. غريبة جدا، قليل جدا. اهو ده خلينا عشان ناخد بالنا المرة الجاية، يعني 18 مليون. اللجان لم تكن كافية والوقت لم يكن كافي صح ممكن. لا يا حلو. طيب وفي 7 مليون بره تمام. لا بس ال 45 مليون دول اظن هم اكتر من 45 مليون، انما يعني برضه 17 مش قليل قوي اللي راح. نعم. طب هل السيد عمرو موسى يؤمن بتضييق التفاوت بين الدخول؟ شوف بقى، ايوه، الموضوع ده موضوع تختلف فيه النظرة لما تكون في اقتصاد دول نامية أيوة. عن اقتصاد دول غنية. أيوة. تفاوت الدخول بشكل مستفز، بالشكل المستفز اللي كان هنا في مصر، أيوة. شيء غير مقبول، خصوصا إذا كانت الضرائب ما هياش عادلة في التوزيع، والناس بتشوف الفقر قد ايه والغنى قد ايه. أيوة. ضروري من التقريب، مش انك انت تنزل اللي فوق، انك تطلع اللي تحت. نعم. وبالتالي الفجوة الكبيرة في الأجور، في المستويات، في كل شيء، حتى في العلاج وفي التعليم، المسائل دي يجب ان احنا ننتبه اليها. أيوة. والانتباه اليها مسألة مش مجرد في متخصصين فاهمينها. نعم. سواء في التعليم او الى اخره. واحنا عندنا دلوقتي، انت مش عارف انه طالب الجامعة المصرية القاهرة وعين شمس ينفق عليه $500. طالب الجامعة الخاصة على الأقل $10,000، فده بياخد تعليم $10,000 أقل، وده بياخد تعليم $500. طبعا بتاع 500 عايز يكمل. نعم. بيكمل ازاي؟ دروس خصوصية ومجموعات ومش فاهم ايه، يبقى 500 بقوا 1000، بس ال1000 دي 500 منهم تحملتها الأسرة أو وهكذا. هذه الأمور كلها يجب أن توضع موضع البحث. ومهمة الرئيس مش ان هو يقول لهم التعليم اعملوا كذا والصحة اعملوا كذا والضرائب، لا، انه يجيب الناس اللي تفهم ويسمع من ده وده وده كمجلس ويقرروا ما هو الافضل بالنسبة لمصر. هذا عمل اي رئيس. اما الرئيس اللي بيفهم في كل شيء فانا اظن ان ده عهده خلاص، ما يمكنش الرئيس يفهم في كل شيء. هو ده سؤال الحقيقة كان موجود فعلا. لا خلاص شيله. شكرا. لا، معالي الامين العام شاله لوحده. طب حضرتك قلت لنا دلوقتي حالا انه حضرتك عايز تطبيق نظام الضرائب هو اللي يتغير، يعني ولا حضرتك بتفكر ان النظام الضريبي هو اللي يتغير، يعني نطبق مثلا ضريبه تصاعديه ولا؟ لن اجيب اليوم لان هذا موضع نقاش الان. نعم. وربما دي دعوه او يعني استدعاء دعوه ثانيه عندكم عشان بعد شويه نتشرف وكل الناس هتكون موجوده. طب لا ادعي كذبا ان عندي حل. طب في سؤال مهم، حضرتك تحب تشرب حاجه؟ والله لو عندك قهوه امريكاني اخدها. طيب ممكن امريكان كوفي فضلك. طيب انا رايي انه احسن حاجه في امريكا القهوه الامريكاني. طيب. واحسن من كوكا كولا كمان. السؤال لا انا بصراحه كده انا عايز قهوه امريكاني. عندكم هاتولي.